وكلما دار جدال ونقاش بين محمد وقريش حول صدق نبوته وربانية قرآنه كان يسند ظهره باليهود ويقول لهم: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أن محمدا يدعي أن علماء بني إسرائيل يعرفون القرآن ويعرفون صدقه وكذلك يعرفون أنه نبي. فبالتالي كان يأمر قريشا بسؤالهم عن هذا ويعتبرهم شهداء على صدقه، لكن هذا تناقض، لأن محمدا في كثير من الآيات وبطول القرآن وعرضه يتهم اليهود والنصارى بالكذب والتحريف، ويقول عنهم أنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. كيف يقول الله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ثم في نفس الوقت يتهمهم بالكذب والتحريف؟ ده التناقض الثالث عند هذا الصبي. ما هو لولا الكذب والتحريف لسلموا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء من بني إسرائيل يعرفون نبوته لكنهم يخفونها. وبصراحة دي أصعب نقطة في الحلقة بتاعتك، لأن أمام التوراة وفيها أكثر من 1000 بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا في حيرة من أمري، يعني أعرض إيه ولا إيه؟ وعشان وقت الحلقة. طيب سريعا كده، طبقا للتوراة فالشخصية المحورية في التوراة هو إبراهيم عليه السلام ونسله، النسل بتاعه. وإسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم كان له ولد اسمه قيدار. قيدار عاش في أرض العرب وهو جد عدنان جد قريش، وعدنان بلا خلاف جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي التوراة وتقول إن في واحد هيأتي من نسل قيدار، وهذا الشخص هيحارب الوثنيين وهينتصر للتوحيد ولن يموت حتى تتم الشريعة وحتى يسمع تمجيد الله، يسمع الأذان، يسمع في جبال أرض قيدار، ويسمع أيضا في جبل سالع، وجبل سالع معروف في المدينة المنورة. لا، فهنا الموضوع كبير. في سفر إشعياء النبي إصحاح 42 يقول النص: هو ذا عبدي الذي أعضده، هو ذا عبدي الذي أؤيده، مؤيد، مختاري الذي سرت به نفسي، المصطفى المختار. من يكون؟ وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. يخرج الحق للأمم يعني شريعته تكون للناس كافة. طبعا الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، الوحيد الذي أخرج الحق للأمم من أول دعوته هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، سيبقى حيا حتى يتم الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مات صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية بأيام. وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض، معطي الشعب روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نورا للأمم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكلمة للأمم يعني لجميع الناس، لتفتح عيون العمي، يفتح الله به عيونا عميا وآذانا صما. على فكرة هو ده النص اللي اعتمده عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الصفات دي اللي في هذا الحديث موجودة في نفس هذا الإصحاح. أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. من هو النبي الذي أتى لعباد المنحوتات، عباد الأصنام، عباد الأوثان؟ غنوا للرب أغنية جديدة، أغنية جديدة، تجويد القرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، تسبيحه من أقصى الأرض. هذا التسبيح الجديد الأذان هيظهر في كل مكان. طيب فين بقى سوف يظهر هذا النبي العظيم؟ أين سيظهر؟ لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. هيظهر في أرض قيدار في قريش.
وأرض قيدار أرض قريش لم ترفع فيها تسبيحات إلا تسبيحات نبي الإسلام، ولم يرفع فيها صوت تسبيح للإله الواحد إلا صوت الأذان، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فمكة لم يدخلها نبي منذ سكنها قيدار، ولم يعلو فيها صوت التسابيح الجديدة إلا ببعثة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تترنم سكان سالع. أين يقع سالع؟ جبل سالع في المدينة المنورة، وحصل عنده غزوة الخندق، يبعد عن المسجد النبوي بحوالي 500 متر. لو وقفت النهاردة على جبل سالع هتسمع بنفسك صوت الأذان من المسجد النبوي. سوف ترى هذه النبوءة اللي من 3000 سنة تتحقق أمامك اليوم. سمع صوت التسابيح في أرض قيدار وعلى جبل سالع وفي أقصى الأرض، كما أخبر إشعياء النبي من أكثر من 3000 سنة. أنا مستعد أديك 20 بشارة في التوراة كهذه البشارة. يا راجل ده في نص في سفر دانيال بيحدد زمن مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم إن في 4 ممالك هتحكم الأرض، بابل وفارس واليونان والرومان، وفي زمن المملكة الرابعة سوف يبعث النبي العظيم، وسوف تظهر مملكة قديسي العلي، مملكة خير أمة. هتأتي هذه المملكة كما يقول دانيال النبي وهتهزم الممالك ال4، وسوف تظهر بعد ظهور قسطنطين العظيم الذي أيضا تنبأ به دانيال. سوف تظهر هذه الأمة بعد زمن قسطنطين العظيم ب350 سنة، ب350 سنة. وفعلا بعد ظهور قسطنطين العظيم ب350 سنة كانت الجيوش الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب قد هزمت المملكة الرابعة ودخلت القدس. وأنا عملت حلقة كاملة قبل كده في شرح هذه البشارة، الرابط في الوصف. طيب خد هذا النص: ويأتي مشتهى كل الأمم. مشتهى في النص العبري محمد، ويأتي محمد كل الأمم. ده موسى عليه السلام في سفر صعود موسى يقول لفتاه: بعد أن أدفن ب1750 سنة سوف يظهر هذا النبي العظيم، سوف تظهر مملكة النبي القادم. وبالفعل بعد دفنه عليه السلام ب1750 سنة كان قد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان كل هذه البشارات وغيرها أهل الكتاب كانوا عارفين زمان بعثته صلى الله عليه وسلم. قد أظلك زمان نبي. واليهود كانوا بيقولوا لأهل يثرب: قد تقارب زمان نبي. عرفت القرآن ليه بيقول: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عارفينه صلى الله عليه وسلم زي ما هم عارفين عيالهم. أنا شرحت البشارات دي بالتفصيل في كتاب بصائر في أكثر من 100 صفحة.